هل الروح تعذب ام الجسد يا مولانا؟ لما تأملنا في الكتاب وفي السنة وفي المنقول عن الأنبياء من جهة في الكتب المقدسة، والمنقول عن السلف الصالح مما تلقوه من معارف أهل الكتاب السابقين أو من معارف السنة المشرفة، تكون عندنا الآتي: إن الإنسان جسد. الجسد ده فيه روح، ونفخنا فيه من روحنا. بعض الناس تفتكر روحنا يعني روح الله. لا، هو ربنا ملوش روح، ده الروح مخلوق لله. زي لما نقول بيت الله، ادخل بيتنا. بيتنا يعني ايه؟ يعني البيت بتاعي اللي هو الكعبة او المسجد، بيت الله. ان بيوت الله في الارض المساجد. يبقى اذا كلمة روحنا ده معناها الروح المخلوقة لله، التي قال فيها يسألونك عن الروح قل الروح من أمر الرب. وليس حاشا الله أن يكون لله روح. لا. بارك الله فيكم سيدنا. لا، ده هو قائم بنفسه، قيوم السماوات والأرض، الحي القيوم. الله. فالروح دي نسبها لنفسه تعظيما لشأنها. نعم. لأن بها الحياة وبها الحركة المريدة، فدخلت الجسم. نعم. يبقى عندنا عنصرين: جسم وجواه ايه؟ روح. الروح دي دخلتها النفس، بقى عندنا 3. فالإنسان ده 3: جسد، جواه روح، وجوه الروح نفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والنفس دي هي اللي هتتصل بالقلب وبالعقل، وهي اللي هيبقى عليها الحساب والمؤاخذة والطاعة والمعصية وكذا إلى آخره من النفس دي. النفس اللي جوه الروح اللي هي جوه الجسد. صح كده. طيب، الواحد لما بينام نفسه تطلع. صحيح. يعني ايه نام؟ يعني نفسه طلعت. يبقى اللي فاضل ايه؟ جسد فيه روح. الروح دي بتعمل ايه؟ تخلينا نتنفس. صح. قلبي بيدق، الدورة الدموية شغالة، العملية الهضمية شغالة، الجسم تشتغل عشان يبقى على قيد الحياة. انما النفس فوق. النفس فوق خلاص، خرج كده. واخد بالك؟ هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. نعم. يبقى إذن في المنام النفس طلعت كده. لما يجي النفس ترجع تاني، تلاقي عينك فتحت كده. رجعنا تاني إلى اليقظة وإلى شغل العقل وإلى التكليف. طيب، رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ. لأنه أنا خطبك تقول لك صلي وصوم إزاي يعني، وامتنع عن الغلط وامتنع عن واعمل الصح. ده نفسك مش فيك. ما هو نفسك اللي بتاخد وتدي معانا، الفاهمة المدركة مش فيك. ولذلك سموها الفلاسفة النفس الناطقة. الناطقة يعني الواعية، يعني الفاهمة، اللوجيك، يعني المفكرة، عندها منطق. فإذا الجسد جواه روح. طب جسد وروح ومفيش نفس، يبقى بهيمة. ما هي البقرة كده، جسد وروح ومفيش نفس. تشوف شوية برسيم بعيد كده تمشي ورايحة لهم عشان تاكلهم، لأنها تعودت إن الحاجة الخضرة دي ينفع إنها تاكل وتودي الجوعة بتاعتها. صحيح. إذا دي ملهاش نفس ناطقة. اللي ليه نفس ناطقة الإنسان علشان يتحاسب بيها. نعم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ليه؟ علشان تدخل فيه النفس الناطقة اللي هيقعد يحاسب فيها. صح. يبقى إذا الإنسان 3: جسد فيه روح، وروح دي فيها نفس. جه يموت بقى، الروح تطلع. صحيح. طلعت الروح، الاقيه ما بيتنفس، ولاقي قلبه ما بيدقش، ولاقي الدورة الدموية ما فيش، مش موجودة، ولاقي العملية الهضمية راحت خلاص، ولاقي الحرارة اللي في جسمه بقى بارد، ولاقي الله الله الله.
فاللي باقي لي ايه بقى هنا؟ الجسد. والجسد ده بشيله، اغسله واكفنه واصلي عليه وادفنه، واذ بي يتحول لتراب. العنصر الاول الذي خلق منه الانسان. صحيح. يبقى اذا الجسد ده فاني. الروح لما طلعت لابد ومعاها النفس لانها جواها. الاثنين مع بعض. ما تنفعش الروح تطلع والنفس تبقى. لان النفس جوه الروح. فانا شلت الروح يبقى شلتها بالنفس. الروح طلعت وخدت بعضها ومشيت الى حال سبيلها الى ما بعد البرزخ، ومن ورائهم برزخ الى يوم يرجع. بوابه كده تعدي منها ما تعرفش ترجع تاني. الروح اللي فيها النفس دي هي اللي في البرزخ. الجسد بقى خلاص بقى جسد هنا مفيش حاجه، لكنها في اتصال زي الاتصال اللي دلوقتي حاصل بيننا وبين المشاهد اللي في البيت. المشاهد شايفنا. طب شايفنا عن طريق ايه؟ احنا مش معاه في الاوضه، بس احنا معاه في الاوضه. لا، هي في الحقيقه صورتنا هي اللي معاه في الاوضه. صح. لكن احنا موجودين في مدينه الانتاج الاعلامي في الاستوديو. لكن احنا دلوقتي صوت وصوره وكلام وتفاهم عند المشاهدين، عند المشاهد وهو قاعد في اوضته اهو. احنا بالظبط كده العلاقه بين الروح ذات النفس طبعا وما بين الجسد، زي القمر الصناعي كده والتلفزيونات او محطات الريسيفرات. في علاقه بالظبط كده، خيط ممدود، شعاع ممدود. في شعاع ممدود، فيه فوتونز ومضاد، في اي حاجه بقى ما احناش عارفينها. لكن في انه في كده. فالروح لما طلعت بيتفتح لها حاجه زي الشاشه كده، زي الساتلايت. على انهي محطه بقى؟ والله اذا كان من المحسنين والصالحين واللي بيعمل خير في الناس تتفتح لها كده محطه جايبه الجنه والبتاع ومش عارف. دي النفس المطمئنه اللي ربنا ذكرها في النفس المطمئنه. وده ايه؟ نعيم القبر. بيتفتح له يعني اللي في الجسد ده اللي في الارض اللي في القبر بيتفتح له شاشه، ولا لينا دعوه خلاص بالجسد. الجسد بس في شعاع بينه وبين الروح. الروح هي اللي بيتفتح لها، لان النفس هي اللي بتفهم. مظبوط. وهي اللي بتشوف وهي اللي بتتضايق. فلما بيتفتح للعاصي او لغير المؤمن بيتفتح له حته، بيتفتح له والعياذ بالله على العقاب والعذاب وكده الى اخره، فبيتضايق. ريحه وحشه. هنا ما عندناش ريحه لسه في الساتلايت. تخيل بقى انه بقى بريحه ومش صوت وصوره وصلنا ليها. والوان وبتاع مش عارف ايه. لا، حط عليه ريحه. البعد الخامس كده. البعد الخامس العاشر. بالظبط. فيتضايق. ايه الغم زي ما تفتح محطه تلاقي قتلى وتلاقي دمار ودم وقرف. لكن لما تفتح وتلاقي جناين وحيوانات بتلعب مع بعضها، النفس ترتاح او الروح ترتاح. بالظبط. فده نعيم القبر وده عذاب القبر. نعم. ولله المثل الاعلى. بنضرب الامثله لان في الناس يقول لك يعني ايه عذاب القبر؟ هو الجسد ده هيتعذب؟ لا، مش الجسد هو اللي هيتعذب. اللي هيتعذب اللي بيشعر وبيدرك. فبيعرض علينا النار، يعرضون عليها. يعني بيفتح الايه؟ الشاشه. يعرضون عليها، بيبص. اول ما يبص بيكتئب. صحيح. صحيح. فاذا ده هو ما يسمى بعذاب القبر. نعم. بس عايز انبه الناس هنا في حته علشان تكمل الصوره، ان تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه. 50,000 سنه يعني الساعه ب2000 وشويه. يعني سيدنا المسيح عليه السلام كان من ساعه. في الزمن يعني سيدنا النبي انتقل من 3/4 ساعه بس. فالارواح فوق بتحس كده، بتحس انه كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. واخد بالك؟ صحيح.
لما قالوا للراجل عزير لما فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. الجماعة بتوع أهل الكهف ربكم أعلم بما لبثتم، لأنه قالوا لهم هو يوم أو كده، هم 300 سنة وشوية وتسع. فإذا القضايا مختلفة في عالم مختلف. فهو فاكر يا عيني إنه جده اللي كان بيعمل معصية ان هو في عذاب الله المقيم دلوقتي. لا، ده هو واحد بيتفرج على برنامج او على صور مؤذية، او واحد بيتفرج على صور مفرحة، والاثنين موجودين. نعم، بارك الله فيكم يا سيدنا.